يا دار دوري فينا ضلي دوري فيك لا ينسوا أسامي وننسى أسامينا تعال تخبى. مساء الخير. نحن اليوم جينا نشارك بالدورة الثالثة لمهرجان العود بنادي طاهر الحداد، ونحن في غاية السرور لهذه المشاركة. خبرتي بأول مرة كانت ممتازة، جيت كسوليست، عزفت بعض المقطوعات والتقاسيم وغنيت، والسنة جيت أنا وصديقي ورفيقي وعازف البزق علي خوري، قدمنا أمسية حوالي ساعة وشوي للجمهور، وكمان عدة مقطوعات وبعض التقاسيم، ولاحظنا الحرارة عند الجمهور المتلقين. يعني بعض الأحيان الصمت يفسر بعدم الرضا عن البروجرام أو عن تقبل البروجرام بشدة. بقى رجعنا حسينا نحن على المسرح إنه الناس مبسوطين. نلاحظ من هيك من بعض رغم الصمت الموجود، مش متعودين كتير بالصمت بقى بالدول العربية، إنه على طول في حكي بالحفلات. بقى رجعنا عرفنا بآخر الحفلة إنه الناس هذا الصمت يدل على الفرح الداخلي، على السلام، على السكينة. في كتير ناس قالوا لنا هذا التعليق من بعد ما خلصنا الحفلة، ونحن بدورنا كنا كتير مبسوطين على المسرح، وبعتقد هذا الشيء وصل للناس. هي علاقة متبادلة بين الموسيقي اللي عم بيعزف على المسرح أو اللي عم بيغني والجمهور المتلقي. يعني منساعد بعضنا لنوصل لحالة مرتفعة من الشعور. شكرا للجمهور، شكرا لإدارة مهرجان العود، شكرا للسيدة سهام تومي وكل فريق العمل، على أمل أن يستمر هذا المهرجان بهذا الزخم. وكمان أريد أن ألفت النظر أنه ظهرا التقيت بطلاب عود ظريفين جدا وجيدين، وعملنا لفترة ساعة ونص ساعتين اليوم، وكنا يعني أتمنى أنه هالشباب والصبايا أنه يتابعوا مسيرتهم بالعود، ونتلاقى نحن وياهم بدورات أخرى، وإلى اللقاء. شكرا. مساء الخير. هلأ عم نحكي من بعد العرض بمهرجان العود الدولي. بحب أقول أنه انطباعاتي جيدة جدا. يعني كنت أنا وصديقي الأستاذ شرب الروحانة عزفنا ثنائي عود وبزق، والجو العام مريح جدا، الجمهور مستمع ولبق، وكان الصمت والاستماع يعني يساعدنا كتير نحن عم نعزف. نتشكر جميع القيمين على المهرجان لدعوتهم وحسن ضيافتهم واهتمامهم، ونتمنى أكيد نضل نتابع على تواصل دائم مع مهرجان العود، إن كان بالمشاركة أو بالاستماع. بالنسبة للجمهور التونسي، هاي مش أول مرة لإلي، معودين إنه مستمع جيد جدا، وبعدين بيعرفوا التراث اللبناني بشكل عام. يعني حتى الأغاني اللبنانية حافظينها أكثر منا. والملفت إنه كان في موسيقى ما في غناء، وكان الاستماع جدا راقي. فشكرا للجمهور ولإدارة المهرجان.
جايب لي سلام